مرحبا حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. فيديو اليوم مثل ما تشوفون أكلة رهيبة، والطعم شنو تقولون عليه وكأنه جايبيه من الجنة. أكلتنا وصفتنا اليوم هي التشيز كيك، فابقوا ويانا شوفوا المقادير وشوفوا طريقة العمل. مكونات وصفتنا لهذا اليوم هي عندنا هنا 200 غرام من الشوكولاتة الحلوة اللي تكون بحليب، وعندنا الزبدة نص كوب زبد حنذوبه وراح نستخدمه ويا البسكت. أنا هنا دا أستخدم الزبدة النباتية وانتو حسب رغبتكم. ظرف فانيلا، وراح أستخدم ظرف الفانيلا الشوكر لأنه ما رايدة لون وصفة عندي يتغير، رايدتها أبيض ناصع. عندي هنا شكر، وهاي راح اطحنه بالطاحونة. راح استخدم تقريبا 3 إلى 4 معالق كبار شكر، وانتو حسب رغبتكم حسب كمية الحالات اللي تحبوها بيها. حستخدم المكون الأساسي اللي هو جبنة الماسكربوني. إذا ما متوفر عندكم جبنة الماسكربوني تقدرون تعوضوها بالقشطة أو تقدرون تعوضوها بجبنة الفيلادلفيا، لكن أنا اليوم استخدمت هاي الجبنة لأنه طعمها ينطي على اثنين، على الفيلادلفيا وهم ينطي على القشطة، وجدا دسمة وكلش طيبة راح تطلع وياها الوصفة. عندنا أيضا الكريمة، وأنا حستخدم 2 من هاي العلبة، هاي حجمها 200 ملي، راح استخدم أنا 400. وعندي المكون الأساسي والأخير اللي هو بسكت ماري، أنا حستخدم 2. هنا عندي مثل ما تشوفون 4 حبات، أنا حستخدم بس 2 من عندها، راح نطحنها. ويلا امشي نروح نشوف طريقة العمل. راح نجيب الزبد ونخليه بكاسة، وبعدين ندخله للميكروويف حتى يذوب. من بعدها راح نجيب البسكيت وراح نخليه بمحضرة الطعام، او احنا نسميه ست البيت، ونبدي نكسره يعني الى حد ما يصير فتافيت يعني كلش صغيرة. من بعد ما طحنا البسكيت راح نضيفه بكاسة كبيرة مثل ما تشوفون، وراح نضيف عليه الزبدة اللي ذوبناها بالميكروويف. بعدها راح نبدي نخلط المزيج إلى حد ما تصير مثل الطبقة الثخينة عندنا، حتى تكون هي الطبقة الأولى بالتشيز كيك مثل ما لاحظتوا. هذا يكون قوامها. وراح نجيب التبسي مالتنا، هو عندي تبسي مدور قابل للفتح، وأنا خالة بورق الزبدة حتى لا يلتصق. وراح أفرغ البسكت كله بيها وأبدي أرتبه إلى حد ما يصير على شكل طبقة متماسكة، بحيث إذا أحركه أو أقلبه ما توقع يعني فتافيت من عندها هواية من البسكت. من بعد ما كملناه مثل ما تشوفكم هسه تصير عندنا طبقة متماسكة، حندخلها بالثلاجة وراح نبدي نشتغل على الطبقة الثانية. أنا خليت هنا كريمة الخفق أو كريمة شانتيه على حسب انتم ما متوفر عندكم بالبيت، وراح أبدي أخفقه إلى حد ما يصير كريمة متماسكة. من بعد ما تماسكت راح اجيب كريمة الماسكربوني او جبنة الماسكربوني، وراح اضيفها ويا كريمة الخفق وابدي اخفقها كلها سوية.
بعدها راح اضيف الفانيلا الشوجر او السكر، وراح اخليها تنخفق كلهم جيدا او بطريقة كل زينة. بعدها راح ابدي افرغ الشكر المطحون. انا مثل ما قلت لكم ضفت 3 ملاعق تقريبا شكر مطحون، وراح اخليها تنخفق الى حد ما تصير هذا قوامها، وراح ابدي اخليها كطبقة ثانية فوق البسكت. ابدي اوزعها بهالطريقة. حاولوا بنات بانه تاخذون من المنتصف وتوزعوه على الجوانب، وحاولوا بانه بقدر الامكان بانه الخليط او الخاشوقة او الملعقة ما تطخ البسكت حتى لا يخرج البسكت ويصير يختلط ويا طبقة الكريمة. ومن بعد ما سويناها راح ندخلها للثلاجة مرة ثانية. عندي أنا هنا الشوكولاتة كطبقة ثالثة حنبدي نحضرها، وخليت وياها كريمة الخفق تقريبا نصف العلبة، وراح ادخلها الميكروويف وابدي الى حد ما اشوفها تموع كلها بهالشكل هذا. ابدي اخفقها لحد ما اتأكد بانه بعد ما بيها اي تكتلات شوكولاتة مذايبة. من بعدها راح اخذ هذا المزيج واخليه كطبقة ثالثة فوق الكريمة اللي سويناها. حبدي اوزعها همين بالملعقة او بالخاشوقة الى حد ما اشوفها يعني صارت كطبقة مثل ما هسه تشوفون، واحاول اوزعها بهالطريقة بحيث تكون كلها متساوية. تقدرون تبقوها بالثلاجة لمدة 3 ساعات إلى 4 ساعات إلى حد ما تتماسك ويصير هذا شكلها النهائي. أنا أحب أنه دائما أحاول بالسكينة أسوي مثل ما أنتم تشوفون، أعزل التشيز كيك عن القالب. هذا الشيء راح يسهل علي فتح القالب وما راح يخليها يعني تتفتت أو تتخربط. مثل ما هسه أنتم راح تلاحظون القالب انفتح بكل سلاسة وبكل سهولة وانشال ويانا بهالطريقة. وهذا شكلها. أنا آخر شيء زينتها بمبروس جوز الهند، وما أقدر أقول لكم إيش قد طعمها طيب وإيش قد لذيذة، يعني عمركم خسارة إذا ما جربتوها. أتمنى من عندكم اللي يجربها يكتب لي جواب بالتعليقات شنو رأيه بيها، ولا تنسون طبعا الشير واللايك. وإذا بعدكم مشتركين بالقناة وهي أول مرة تزورون قناتي راح أتشرف بوجودكم بعائلتنا الصغيرة. هذا كان كل شي الفيديو اليوم. أتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله، ومع ألف سلامة.